يعني بتطالب بحقها من زوجها. يعني نقدر نقول كان بيسمع كلام أخته. بطل يصرف على أولاده. سايب زوجته. يعني كل ده ليه؟ علشان بيسمع كلام أخته. يعني أنا مش عارفة أقولك إيه، بس يعني توجهي له رسالة، تقولي له إيه؟ توجهي رسالة لشقيقة زوجك، تقولي لها إيه؟ ده هي هتفيد السبب بنتي في ايه؟ كل ده. اه هي 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 السبب هي ان بالبلدي وطريقته كده مخليه واجبرت زوجك اخوه. رميكي انتي واولادك، ولا قالتها بيصرف لي عليكم. قالتها لي والولاد ثانيه يشهدوا على بس على هذا. صوتك. قالتها لي والولاد يشهدوا على ده لما امم قدمتها عشان الصالح عند ابن عمها في نزلة السريان. قالت لي هيطلقك وهيرميكي في الشارع وهيرمي الولاد في الشارع ومش هيديكي فلوس. ليه مش كل هي ده؟ اللي هي كانت مش عايزه، خلاص. يعني بمعنى اصح ان الورث يبقى معاها هي هي. عايزه مش الورث، عايزه فلوس وتعبي وشقيه وتعب وشقيه خلال 20 سنه يبقى هي اللي مسيطره عليه. ليه بقى؟ هي كده. مستفاده ايه؟ هي بتحب السيطره، بتحب فرض الاراده، بتقول لك انا تبع مسؤول في دوله كبير وانا ما حدش يقدر يعمل لي حاجه، واللي قدرتي تعملي حاجه احنا هنفهمك. يعني هي كمان بتقول ان الاولاد مش اولاده. اه. وهي بانعه ان كانت بتقول ان هو هيحرمهم من الميراث عشان بيحكي ان هو مش ولاده، اصل امه بتاع رجاله طالعه براجل نازله براجل. هي كانت حضرتك انت وزوجك كنتوا في القاهره، وبعد كده انتقلتوا الى السعوديه. السعوديه والولاد كلهم اتولدوا في طيب، السعوديه. يعني في اجراءات، في شهادات ميلاد، كل عايزه حاجه اقول تصاريح. لحضرتك الاجراءات بتاع استلام الطفل ده فوق الخيال من مدى الصعوبه هناك. يمكن المقيمين في السعوديه يعلمون هذا. المستشفى الكفايه دي معروفه في منطقه الرياض، اجراءاتها صعبه جدا جدا. طيب انتوا بتصرفوا ازاي دلوقتي وعايشين ازاي؟ هو كان معايا يعني اصحابي نصحوني ان انا اخلي جزء من فلوسي على جنب، مبالغ بسيطه يعني من وراه. ده حق شرعي طبعا. آه، وكان مبلغ في البنك، المبلغ في مخليات البنك باخد عليه قروض للاسف عشان اصرف عليه من المده دي كلها. ما عرفتش اسدد، حجز عليه البنك، حجز عليه. بقايا ورث من اختي ذهب، بعت الذهب لاختي، بعت ذهب عشان اخليهم في نفس المستوى، عايزين يفضلوا في نفس مدارسهم طبعا. ومتفوقين وفي نفس الوقت اخلاقيا، يعني بياخدوا شهادات تقدير في الاخلاق وفي العلم وفي كل حاجه. بتطالبي بايه؟ إن يراعي ولاده نفسيا وادبيا واجتماعيا ودينيا ودينيا. حرام حرام ان 5 اطفال. طبعا انا عندي مروان هيضيع 16 سنه. اصدقاء السوق حواليه كتير. عايزه يراعي ولاده، اعمل لهم بلوك. حتى اتصال بالتليفون ما بيتصلش، ما بيعرفش ان هم عايشين ولا تعبانين. انا ابني الصغير اتعور من فتره، ما يعرفش حاجه عنه. ان شاء الله حقك وحق وبعدين اولادك هيرجع. الديون طفرت عليا جدا جدا. طبعا. وخايفه يحصل ملاك مفاهيم. انا خايفه ما اقدرش اصرف عليهم. مش عارفه اقولها لك ازاي. خايفه نوصل لمرحله او البنات توصل لمرحله انا مش بتاعتنا، مش احنا اللي نعملها. خايفه قوي قوي من الحته دي عشان ان كده. شاء الله ربنا هيقف معاكي. يا رب يا رب اتمنى بجد، لان انا فعلا انجرحت كتير واتبهدلت كتير. وولادي انا مش حابه انهم يتبهدلوا، هم ما لهمش ذنب. بفلوسهم وبيتهانوا. حضرتك في الاعياد بيذبح وبيوزع كراتين في رمضان وولاده مش لاقيين ياكلوا حرفيا. بامان مش عارفه اشرب عليهم، مش عارفه اكلهم. ويروح مثلا هو واخته يدي للبواب. يعني ممكن يضرب ب5 كيلو لحمه بال5000 جنيه بال10,000 جنيه عشان يطول الأذى عليا. يعني يمكن هو في كنترول شويه ان في كاميرات مراقبه، لكن برضه بيتعذبوا الأطفال. ان شاء الله ربنا هيبقى معاكم وهيجيب يعني حقكم. الفتره الله يكرمك يعني قبل رمضان ما بشوف الإيجار منعني ان انا ادخل بيتي. ولذلك جبت بابات البيت عشان قبل رمضان. هو ابنه بيتحرش بيها وده متصور فيديو ومسك لي الاسانسير ومامته نزلت قال لي اتقطع عليا وتطاولت. وهو الجار نفس الحكايه وايه بقى. يعني مسكني من دراعي من ايدها. اي حق تمسكني كده. بس فانا رحت لاسم
الشرطه وعملت محضر والمحضر بقى قضيه وجري يعني المفروض يبقى في تنفيذ عليهم. ان شاء الله. شكرا ليكي، شكرا لكم موقع محطة مصر من كل مكان.